احنا كنا اخر مرة كنا اتكلمنا. خلصنا طبعا الميدل وير كاملة. تمام. يعني يعتبر احنا خلاص يعني على بعد يعني فيديوهات بسيطة جدا، سواء ممكن يكونوا فيديو ده مثلا، ممكن يكون اخر فيديو او ممكن يكون فيديوهين. هنتعلم فيهم بس حاجات بسيطة جدا. كونسبت الاوتو مابر. تمام. تعال نتكلم فيه كده على طول. يعني ايه اصلا اوتو مابر، وايه هي عباره اصلا عن لايبراري. تمام. تبدا تنزل عندي في السيرفيس بروجكت او السيرفيس لاير. تمام. كل مهمتها ان انا دلوقتي مثلا تخيل ان انت عندك مثلا في الداتابيز بتاعتك موجود مثلا كلاس اليوزر. كلاس اليوزر ده فيه اتريبيوت من نوع ايه؟ والله انا عندي اي دي. تمام. عندي نيم مثلا اليوزر. عندي ايميل اليوزر. عندي مثلا الكرييتد اد. هو احنا كنا واخدين بالنا انا اليوزر ده كريت امتى؟ صح. فعندي ايه تاني؟ عندي مثلا الاس ديليت، هل هو عمل له ديليت ولا لا؟ عندي برضو الرول بتاعته. صح. عندي ايه تاني؟ عندي حاجه كذا حاجه. انا دلوقتي المفروض دلوقتي جالي ريكويست تمام من الكلاينت، بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله روح للداتابيز هات لي. انا الواحد خلاص عمل لوجن عندي، هبدا ان انا ارجع له ايه؟ ارجع له البروفايل. فهو بيقول لي والله هات لي البروفايل بتاعي. تمام. البروفايل بتاعي دلوقتي بيقول لي ايه؟ انا بروح اجيب اليوزر من الداتابيز كامل، هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي اي دي، نيم، بعمل سيلكت اول، ايميل، كريتد اد، لاست موديفايد باي، لاست موديفايد اون. كل الاتريبيوت اللي موجوده في الداتابيز هترجع لي. طيب انا دلوقتي المفروض عندي ايه؟ والله انا عندي شاشه اليوزر هنا ايه. تمام. هبدا ان انا المفروض انت دلوقتي تعمل ايه؟ هتروح رايح واخد الموديل ده، هتروح مرجعه له هنا. ساعتها انا اقول لك ان الكلام ده كده كله غلط. طب هتقول لي غلط ليه او ايه اللي غلطه يعني؟ اقول لك والله بكل بساطه ان انت دلوقتي مرجع له داتا كريتيكال، ما ينفعش هو يعرف عنها حاجه. مرجع له الاي دي. الاي دي دوت، هو لو معاه الاي دي مثلا بتاع برودكت او بتاع حاجه، إيه اللي يمنعه ان هو يعمل سلاش ديليت؟ تمام. سلاش ويكتب الاي دي اللي هو معاه ده. انت فاهم الفكره؟ فالاي دي ده اصلا انا ما ينفعش ارجعه له. تمام. زائد ان انا مثلا عندي مثلا الكريتد اد مثلا، انا مش عايز ارجعها له مثلا، مش عايز اقول له انت مثلا هتجوين انت مثلا. يعني عندي كذا حاجه يعني ممكن ما ارجعهاش. زائد ان احنا عندنا مكتبه الايدنتيتي اصلا فيها كذا حاجه احنا مش يعني مش هنحتاج ان احنا نرجعها. يعني لو دخلت كده مثلا على الموديل اللي احنا عاملينه، لو دخلت على اليوزر ابلكيشن يوزر مثلا، هتلاقي مثلا في فول نيم، في رول، في كذا حاجه. تعالى مثلا على حاجه مثلا زي ايه؟ زي الاوردر مثلا. فاهم؟ هتلاقي ان انت بتورث من البيز انتيتي. البيز انتيتي ده فيه اي دي وكريتد اد وكريتد باي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا يعني فاهم؟ ابديتد اد. كل دي يعني از ديليتد. كل دي حاجات انا مش عايز ارجعها له، مش عايزه يعرف عنها حاجه. فانا مهمه الاوتو ماب ان انا ببدا دلوقتي، او قبل ما نقول مهمه الاوتو ماب دي، كانت مشكله عندنا ان احنا نبدا نعمل ايه؟ عملنا حاجه اسمها دي تي او. صح كده؟ عملنا حاجه اسمها دي تي او، داتا ترانسفير اوبجكت. طب ده بيعمل ايه الدي تي او ده؟ والله انا عندي اليوزر داتابيز دوت، هبدا اقول لك والله ان انا عندي يوزر داتابيز دي تي او. تمام. كل مهمته ايه؟ والله انا اقول لك ان انت عايز ترجع ايه يا عم؟ انا عايز ارجع نيم بس، وعايز ارجع ايميل، وعايز ارجع توكن مثلا. يعني دول اللي انا هرجعهم بس بعد ما يعمل لوجن. طيب يبقى انا كده كل دول انا هحتاج منهم ايه؟ والله النيم، وهحتاج الايميل، وهحتاج مثلا التوكن. لو قلنا ان احنا زودنا هنا التوكن هحتاج برضو التوكن. تمام. طيب الدي تي او دوت انت هتكريته ازاي؟ هتروح جاي انت والله تقول لي اه الدي تي او ده عشان اكريته، فاروح حاجه عندي في الابليكيشن. تمام. في السيرفيس، ما كل ده بيحصل في السيرفيس. هروح جاي اقول لك مثلا انت دلوقتي عندك هنا كده في السيرفيس، هتروح جاي تروح قايل لي ايه؟ والله جوه السيرفيس هتبدا ان انت تقول لي ايه؟ نيو الدي تي او اليوزر داتابيز دي تي او. وتبدا بقى تفتح ايكوال للنيو كذا، وتفتح براكت بقى تقول لي ان النيم هيساوي النيم اللي راجع، وان الايميل هيساوي الايميل اللي راجع، وان مثلا التوكن هيساوي التوكن اللي راجع. فاهم؟ انت دلوقتي عملت ايه؟ انت ماشي عملت لي اوبجكت جديد هنا وكل حاجه، بس افرض انت مثلا عندك مثلا 20 اتريبيوت مثلا في حاجه زي دي. عندك فولدر مثلا او فايل او حاجه في الداتابيز راجع لك، هترجع 20 فيلد للفرونت اند. هل معقول ان انت تقعد تكتب توكن، داتابيز، نيم، ايميل، باسورد، مش عارف ايه؟ هل ده يعقل يعني ان انت تقعد تعمل كل ده؟ اكيد لا يعني. فهنا بقى جت حاجه اسمها اوتو مابر. اوتو مابر يعني من اسمها كده بيقول لك ايه؟ ان انت هتبدا تعمل مابنج. هتبدا تعمل مابنج والله للكلاس ده او للداتا اللي موجوده ديت. تبدا ان انت تحولها للدي تي او ده عن طريق ايه؟ مش عن طريق كلمه نيو خالص، عن طريق ان انت تنزل مكتبه الاوتو مابر. هتقول لها والله عندي حاجه اسمها كرييت ماب.
تمام. كرييت ماب دي عندنا بتبدا تاخد منك، والله انت عايز تحول من ايه، من اليوزر داتابيز، هتحول تجيب، عايز الديستنيشن بتاعك ايه، عايز توصل لايه، ده السورس ده الديستنيشن. عايز توصل لايه، والله عايز اقول لك ان انا عايز اوصل لليوزر داتابيز دي تي او. تمام. وتروح قافل كده. بيشتغل ازاي بقى الاوتو مابر ده، والله انا اروح عندي دلوقتي عندي الفيلد اللي اسمه نيم، الايميل والتوكن. انت محتاج ايه دلوقتي في الديستنيشن، انا محتاج النيم والايميل والتوكن. اروح رايح شرط مهم جدا، يقول لك ان حروف النيم دي لازم تكون هي النيم، اللي نفس الاسم اللي هيكون هنا هو اللي يكون هنا. الايميل اللي هنا لازم ما تقوليش الاي كابيتال واي سمول، هتفرق معاه. ده حاجه كده يعني ايه، بيماب يعني واحد حاجه مش بتفهم من الاخر. هو بيقول لك والله انا لو لقيت فيلد ايميل هنا وهو ايميل هنا، هبدا اشيل لك الداتا اللي هنا احطها لك هنا بكل بساطه. نفس الكلام التوكن، اروح جاي اعمل لك كده. نفس الكلام اروح واخد لك الداتا اللي هنا وحاططها هنا. بس ده كده فايده الاوتو مابر، هو ده اللي الاوتو مابر بيعمله. طيب الاوتو مابر يعني بيعمل ايه تاني، غير ان هو بيدخل الداتا دي، ممكن بيحصل جواه شويه كونديشنز. يعني ممكن اتست مثلا، والله اقول له الاول لو الايميل ده مثلا فاضي ابدا رجع لي مثلا حاجه معينه. بس هو ده السبب الاصلي بتاعه يعني. هي باكج بتنزل، ببدأ اللي انا اعرف بقى الحاجات دي، والله اقول له والله لما انا انده للماب بتاع كذا، ببدأ اللي انا اروح معرف الكلام ده، اقول له مثلا والله لما يجي لك نيم ابدأ يبعت لي النيم وهكذا. تعال بقى نشوف هنعمل مثلا الكلام ده ازاي. لو فتحت البروجكت بتاعنا كده، تمام، هتيجي والله تقول لي انا ابدأ ادوس كليك يمين. احنا الكلام ده هنستخدمه فين، في السيرفيس. السيرفيس هي اللي بتروح الداتابيز وتبدأ ترجع تاني. والله نشوف الباكج اللي عندنا. هنبدأ كده نخش نشوف الباكج اللي احنا عايزين ننزلها اسمها ايه. نعمل لودنج. عندنا باكج اسمها اوتو ماب. اوتو ماب. فين المفروض فين اوتو ماب اكستنشن. ادي مكتبه اسمها الاوتو مابر. لو النت بس كان معلق شويه. ابدا انا انزل الاوتو مابر ديت، اعملها داونلود عندي. اكسبت. كده المفروض ان نزلت عندي. ابدا والله اخش كده، اعمل فولدر جديد. والله الفولدر الجديد ده هسميه ايه، هسميه اوتو ماب. تمام. ابدا بقى هنا اعرف الكلاسات بتاعي. طب فين اصلا الفولدر ده. طب هو كاريت دلوقتي. ما كانش بالكاريت عشان كان في مشكله يعني. بس هو دلوقتي الكاريت خلاص، وانا بدات اعمل فولدر اسمه اوتو ماب. طيب انت مثلا الاوتو مابر ديت هتبدا تستخدمها في ايه، انا بعمل دلوقتي مثلا وليكن الاوث سيرفيس. فانا هحتاج حاجه مثلا اسمها الاوث مابنج مثلا. هبدا اعمل فولدر كده برضو بشكل كويس. تمام. اوث مابنج. جوه الاوث مابنج ده ايه، انت هعمل حاجه اسمها اوث بروفايل، اللي انا هبدا بقى اكتب جواه الكود. تمام. في حاجه اسمها اوث بروفايل. طيب اوث بروفايل ده اول حاجه هتخش عليه هتخليه بابليك. تمام. طيب اوث بروفايل ده بيورث من ايه، انا منزل المكتبه ليه، بيورث من حاجه اسمها بروفايل. تمام. اهو. طيب انا بروفايل ده ابدا اعمل ايه، بتبدا تعمل والله كونستراكتور. تمام. جوه الكونستراكتور ده بقى بتبدا تلاقي الميثودز اللي انت ممكن تحتاجها. هي الميثود الوحيده اللي هنستخدمها هنا حاجه اسمها كرييت ماب. والله كرييت ماب بيقول لك ايه، بيقول لك انا باخد منك تي سورس وتي ديستنيشن، عايز تحول لي من ايه لايه. وليكن مثلا انا دلوقتي واحد بعمل مثلا ريجستر في السيستم بتاعي. فانا طبيعي مثلا لو جيت هنا جيت في الدي تي او، قفلنا كل ده كده. تمام. وقلت لك افتح الاوث، هلاقيني بقول لك عندي في الساين ان والساين اب عندي حاجه اسمها ريجستر دي تي او. واحد بيخش بالداتا دي بتاعته كلها، الرول والفون نمبر والباسورد والايميل والديسبلاي نيم. صح كده. طيب انا اقول لك والله انا عايز حاجه السورس التي سورس بتاعي ايه، ان انا عايز احول من ريجستر مش عارف، ريجستر تي تي او ليه اصلا بالظبط. خلينا كريت ماب. ماشي. انا عايز من الريجستر دي تي او. والله طب انا عايز اعمل كده. ريجستر اهي ريجستر دي تي او. طيب ده السورس بتاعك، الداتا اللي جالك من الريجستر، عايز تحولها لايه. والله انا عايز احولها لابلكيشن يوزر، عشان انا ده الجدول اللي المفروض هيبدا يتخزن عندي في الداتابيز. طيب انا دلوقتي ممكن يكون عندي مشكله، ايه هي المشكله،
انا دلوقتي بقول له اللي هيجي لك من ريجستر دي تي او حوله ودي لي الابلكيشن يوزر. يبقى هو اول حاجه يروح يعملها ايه؟ والله يروح للريجستر دي تي او كده، الكلاس ده هيلاقي ايه؟ عنده ديسبلاي نيم، عنده ايميل، عنده باسورد، عنده فون نمبر، عنده رول. تمام. طيب انت عايز تحول لايه؟ عايز احول لابلكيشن يوزر. خلاص تعالى وريني جدول الابلكيشن يوزر ده عامل ازاي. ده انا عندي فول نيم، تمام، عندي والله حاجه اسمها رول، تمام، زائد بقى الحاجات اللي موجوده جوه الايدنتيتي، الجداول اللي موجوده جوه الايدنتيتي. طيب ماشي، انا دلوقتي مثلا عندي حاجه اسمها يوزر نيم اصلا جوه مكتبه الايدنتيتي دي. عايز ان انا لما اجي اتعامل معاه اليوزر نيم ده بيكون هو الايميل بس متحول لابر كيس. مثلا ده كونديشن عندي اهو، او مش كونديشن، دي حاجه كده كده يعني معروفه ان انا دلوقتي عندي حاجه جدول الايدنتيتي بيبقى فيه خانه اسمها يوزر نيم، ده بيحتوي على الايميل بس بيكون كله عباره عن ابر كيس. تمام. عايز اعمل حاجه مثلا زي دي، بروح اعمل ايه؟ والله بروح نازل كده بقول له فور ممبر. فور ممبر هيقول لي اني ممبر، اقول له الممبر اللي في الديستنيشن. بص بقى ركز بقى، اني ديستنيشن. الديستنيشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو ده. هو بيقول لك الكريت ماب بياخد ايه؟ بياخد منك على الشمال اهو، بياخد منك سورس، وبعد كده بياخد منك ايه؟ ديستنيشن على اليمين. خلاص ادي السورس وادي الديستنيشن. انا بقول له في الديستنيشن اليوزر نيم اللي في الديستنيشن، هقول له اوبشنز. ايه بقى اللي جوه الاوبشن؟ والله اقول له ان الاوبشنز دي، تمام، دوت ماب فروم. هيجي لك من، هيجي لك منين يا عم؟ هيجي لك من السورس. يعني الكلام بيشرح نفسه، هيجي لك من السورس. طب هتجيب لي ايه من السورس معاك؟ اقول لك والله سورس دوت، وليكن مثلا الايميل، دوت تو ابر. بص بقى هنا، انا ريحت دماغي بقى هنا. خلاص انا كده خلصت. ايه اللي حصل بقى هنا؟ انا قلت له والله في بس معلش، وانت بتماب من ده لده بتاخد الفاليو تحطها تقسم لها. خلي بالك ان انت عندك حاجه اسمها يوزر نيم، تمام، جوه الديستنيشن اللي هو الابلكيشن يوزر. هتجيبه منين؟ شايف الايميل اللي انا بعته لك في السورس اللي هو ريجستر دي تي او؟ ابدا اعمله لي تو ابر، ده هيكون الفاليو بتاعته. بس انا كده وتروح قافل على كده. بس فالموضوع سهل. انا مثلا والله عندي حاجه دوت، مثلا برضو فور ممبر، عندي والله حاجه اسمها ديستنيشن. الديستنيشن رايحه للديستنيشن دوت. ايه اللي في الديستنيشن؟ انا عايز اكسس ايه؟ عايز اكسس الحاجه اللي موجوده جوه الابلكيشن يوزر. اقول لك والله شايف بقى الديستنيشن ده جواه حاجه اسمها كرييت. كرييت، او مثلا بلاش اللي احنا كنا بنقول عليه، بلاش نخليه كرييت اد عشان احنا مش خلينه يورس بريزنتي. اقول لك مثلا حاجه اسمها فول نيم. الفول نيم دوت والله هيجي لك منين؟ اقول لك والله اوبشنز، اوبشنز دوت ماب فروم السورس دوت مثلا الفول نيم. انت لو جيت السورس ده اللي هو ايه؟ ريجستر دي تي او. طب احنا جوه الريجستر دي تي او مسمينها ايه؟ مثلا ديسبلاي نيم. شفت بقى؟ هو ما كانش هيشوف دي، ما كانش هيشوف اللي انت مثلا عايز تجيب الداتا اللي في الديسبلاي نيم تحطها فين؟ في الفول نيم. ليه؟ لان الفول نيم مش هي الكلمه بتاعت الديسبلاي نيم، مش هو اسم الاتريبيوت هو. خلاص انا قلت له هعمل الكلام ده مانوال بايده في الممبر او الشخص اللي هو اسمه فول نيم. تمام. ابدا ان انت اعمل له اساين بالداتا اللي موجوده جوه الديسبلاي نيم بس. ده كده كانت مهمة الأوتو مابر ببساطة. طبعا ليه مهام تانية قدام كتير، بس دي كفكرة مبسطة يعني الأوتو مابر بيعمل إيه. طب أنت بعد ما بتخلص المفروض إن أنت بتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تنجكت الكلاس اللي أنت عملته دوت، عشان يوم لما تيجي تنده عليه على السيرفيس أو تيجي تنده عليه في السيرفيس تبقى عارف. فوالله أنا باجي أقول لك بكل بساطة، أنا بروح جاي كده. أنا خلاص خلصت مثلا الأوث مابر هنا. أروح جاي والله قال نيو كلاس هنا كده، أسميه إيه مثلا؟ أسميه انجكت الأوتو مابر مثلا. يعني لو جيت هنا قلت له انجكت الأوتو مابر سيرفيس دوت سي اس، هبدا والله احول دي بابليك. تمام. والله انا جواها بقى هبدا ان انا اعمل ستاتيك ميثود. الستاتيك ميثود دي بتقول لي ايه؟ بابليك دوت بابليك ستاتيك اد اوتو مابر سيرفيس مثلا، او انجكت، خلينا نسميها بنفس الاسم كده. لو جينا هنا كده خلينا ايه؟ انجكت. طيب بتاخد مني ايه؟ والله اي سيرفيس كوليكشن عشان تبدا ان هي ترجعها لي في البروجرام. طيب بابليك ستاتيك كلاس، نخلي الكلاس ستاتيك. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ والله هقول لك انا عندي حاجه والله في السيرفيس اللي انا جايبها ديت. السيرفيس دوت، سيرفيس دوت ايه؟ والله بقى عندي حاجه اسمها اد اوتو مابر. تمام. طيب اد اوتو مابر دي بتبدا تاخد منك ايه؟ بتاخد منك كونفيجريشن. ادي كونفيجريشن يعني، ابدا افتح تو براكتس. تبدا تعمل ايه جواها؟ اقول لك والله ان الكونفيجريشن دي دوت، انا عايز اقول لك ان انت لما تيجي تطلب البروفايل بتاع الاوث دوت، ابدا اعمل كده، ابعت لي اوبجكت منين؟ من الاوث بروفايل او الاوث مابنج، احنا سمينا ايه؟ اوث بروفايل.
اوث بروفايل بس using namespace. كده انت خلصت. والله بعد ما تخلص كده دي السيمي كولون واعمل لي ريتيرن للسيرفيس دي بس. ف يبقى انا كده راجع هنا اي سيرفيس كوليكشن. فهي دي النقطة، مش عارف اقول ايه، انا جايب ايرور. هنفهم كده. can't be the same at this including time. طيب هو كده هو ناقص له كده كلمة this برضه لسه ما كملتش public static service دوت automobile. ثانية واحدة كده. طيب هو غالبا المشكلة عشان هي معمولة بنفس الاسم. خلاص احنا ممكن نغير اسم الكلاس ده. تمام لو هو زعلان يعني أوي منه، معرفش هو زعلان ليه. سميه اوتو مابر سيرفيس مثلا. اوتو مابر سيرفيس مثلا. بس ده اللي يكون شايل كل حاجة. تعدل عادي. خلاص انا كده يبقى زي الفل. تمام. هو كان متضايق عشان اسم الكلاس كان هو اسم الميثود يعني. طيب انا بعد ما خلاص دلوقتي اعمل ايه؟ دي المفروض اللي بعمل بيها انجكت. اروح راجع بقى، المفروض ان انا اعمل الكلام ده فين؟ في البروجرام. اروح رايح على البروجرام كده، اقول له والله انا بعد الانجكت ريتليمينج ده اروح جاي اقول لك والله انا عندي حاجه اسمها انجكت للاوتو ماب. اقول لك ان builder دوت سيرفيس دوت مش اد ابلكيشن بقى انجكت او انجكت الاوتو مابر سيرفيس. بس كده. انا بقى كده عرفت ايه؟ عرفت والله انت يوم ما تيجي تنده مثلا على لما تيجي تستخدم الاوث بروفايل ده، ابدا ان انت تروح تنده ايه؟ انده للنيو اوبجكت منين؟ من الاوث بروفايل ده، وابدا مثلا حقق لي بقى كل حاجه اللي جواه، من الريجستر بقى للابلكيشن. عندنا طبعا حاجه اسمها دوت ريفيرس على فكره. دوت ريفيرس ماب. دوت ريفيرس ماب دي بتقول لك ان انت دلوقتي عايز تحول من الريجستر يكون هو مثلا ده دلوقتي السورس ده الديستنيشن، فعايز تبدلهم بتعمل دوت ريفيرس. بدل ما تبدا ان انت تعكس الكلام ده تروح عامل لك كريت ماب جديده وتعكس ده مكان ده وبس، لا خلاص يبقى اعمل دوت ريفيرس. بس احنا مش هنعملها يعني. دي كانت فكره الاوتو مابر ببساطه. تبدا ان انت بقى تستخدمه في الابلكيشن عندك. ده بيغنيك عن ايه؟ بيغنيك طبعا زي ما قلنا ان انت تبدا تعمل الكلام ده بايدك عن طريق ان انت تعمل كلمه نيو وتبدا تجيب الدي تي او بتاعك. والله نيم ايكوال النيم دوت مش عارف ايه، الايميل ايكوال مش عارف. بدل ما تعمل الكلام ده كده كله، الاوتو مابر بيروح مجهزه. تمام. بس